معظمنا عنده فهم كويس للأحداث الكبيرة اللي مكتوبة في كتب التاريخ بتاعتنا، لكن في أحداث تاريخية تانية مش معروفة أوي وبتبان ملهاش تفسير منطقي. ونتمنى مع مرور الوقت وزيادة الأبحاث إننا نعرف أكتر عن الحالات دي ونلاقي في الآخر شوية إجابات. رقم 20. ما فيش شك إن مود كروفورد كانت ست استثنائية. هي تربت في العشرينات، في وقت الستات ما كانش ليهم نفس الحقوق زي النهاردة، ومعظمهم كانوا بيتجوزوا وبعد كده بيراعوا بيوتهم واحتياجات أزواجهم. بس مود كانت عكس الناس. اتخرجت الأولى على دفعتها في المدرسة الثانوية، وبعدين بقت أعلى واحدة جابت درجات في امتحان المحاماة، مع أنها عمرها ما درست قانون. في سنة 1927 بقت مود أول محامية في كامدن تكساس، وفي الآخر بقت أول ست تبقى عضو في مجلس المدينة. كانت رئيسة لعدة منظمات، واختيرت امرأة العام في المدينة سنة 1954. بعد 3 سنين بقت موضوع لغز محير لحد دلوقتي ما تحلش، رغم كل المحاولات من كل اللي يعرفوها عشان يعرفوا إيه اللي حصل لها. المعروف وقتها أن هي وجوزها كلايد كانوا مأجرين شوية أوض في بيتهم الكبير ل4 ستات، وفي يوم 2 مارس 1957 ولا واحدة من المستأجرات كانت في البيت. مود كانت في البيت لوحدها، وده كان نادر يحصل عشان ال4 مستأجرات كانوا راحوا بيوتهم في الويك إند. ابنة عمها مارثا قالت بعدين إنها تكلمت مع مود في التليفون حوالي الساعة 38 دقيقة بالليل، وأضافت إنها وجوزها كانوا مفروض يزوروا مود الليلة دي، لكن اضطروا يلغوا عشان قرروا يقعدوا مع صاحبتهم بدل كده، وكانوا هيوصلوا عند مود تاني يوم. مع إن مود كانت شوية زعلانة إن مارثا مش هتيجي الليلة دي، لكنها ما كانتش زعلانة أو متضايقة من تغيير الخطة، ووفقا لكلام مارثا كانت مود في مزاج كويس لما المكالمة خلصت. لما كلايد وصل البيت بعد ليلة قضاها في الشرب ومشاهدة فيلم، لقى إن مود مش موجودة هناك. كل حاجتها كانت لسه في البيت، وما كانش فيه أي علامة إن حصل حاجة غريبة، لكنه ببساطة ما قدرش يلاقيها. بعد ما تم الإبلاغ عن اختفائها، الشرطة قالت إنهم مش مصدقين إنها مشيت بمزاجها، لأنها كانت منظمة اجتماع شاي لحوالي 30 ست في وقت لاحق من الأسبوع، وما كانش عندها أي سبب يخليها عايزة تختفي. لفترة كان كلايد مشتبه فيه عشان هم ما كانوش قريبين من بعض زي أي زوجين عاديين، بس بما إن مود كانت هي اللي بتصرف على البيت، اتضح إنه ما عندوش أي دافع إنه يأذيها، واتشال عنه الشك. بعد كده اشتبهوا إن في حد ليه علاقة بعصابة جريمة منظمة هو اللي عمل كده، بس ما كانش فيه أي دليل يدعم النظرية دي. وفي الآخر اتقرر إن اختفاء مود كان فعلا بسبب جريمة، لكن محدش اتعرف عليه كمجرم، وقضيتها ما اتحلتش أبدا. أي حد عنده معلومات جديدة عن قضيتها يتواصل مع قسم شرطة كامدن على الرقم 87-083 65755. رقم قضية مود هو MP 50978. رقم 19. على مر القرون علماء الآثار اكتشفوا بعض القطع الأثرية المذهلة اللي شكلها ملهاش تفسير. بعضها تلاقى في أماكن غريبة مش المفروض تكون فيها، والبعض التاني اتعمل على إيد ناس عمرنا ما سمعنا عنهم قبل كده. في اللي بيقولوا إنه بعضها فيه لعنات، وفي اللي عليها رسومات لحيوانات وأشياء إحنا مش قادرين نحددها، وده خلى ناس كتير يعتقدوا إنها اتعملت على إيد كائنات من عالم تاني أو حضارات ضاعت مع الزمن. وفيه كمان قطع أثرية بيقولوا إنها مسكونة أو فيها روح شريرة. التقارير دي عادة الناس بتاخدها بحذر، لكن كتير من الزوار لجناح الآثار المصرية في متحف مانشستر مصرين إن في قطعة أثرية هناك ليها إرادة خاصة بيها. القطعة اللي بنتكلم عنها هي تمثال جنائزي من عصر المملكة الوسطى، معروض في فترينة زجاجية في المتحف. في البداية كانوا فاكرينها مجرد واحدة من مئات القطع الأثرية المصرية القديمة اللي تم اكتشافها على مر السنين، لكن في يوم من الأيام كل ده اتغير. في فبراير 2013 أمين المتحف كامبل برايس كان بيقود مجموعة في جولة في القسم المصري لما لاحظ حاجة غريبة كان مستحيل تحصل. التمثال الصغير اللي اسمه ناب سنو كان زمان بيدفن مع الفرعون، لأنهم كانوا بيعتقدوا إنه هيكون وعاء تاني لروح الفرعون لو المومياء بتاعته اتدمرت. وجدير بالذكر إن المومياء والتمثال اتبرع بيهم للمتحف سنة 1933، ومن وقتها وهم متخزنين منفصلين عن بعض. في اليوم ده برايس اتفاجأ لما لاحظ إنه القطعة الأثرية كانت متوجهة في الاتجاه الغلط،
وما كانش عنده أي تفسير ليه. سأل باقي الموظفين في المتحف إذا كان حد حركها، لكن محدش عمل كده. وكمان كان في ناس قليلة بس معهم مفاتيح للفترينة دي بالذات، لكن محدش كان هيحرك التمثال من غير ما يرجع له الأول. فتح الفترينة ورجع التمثال لوضعه الأصلي وقفل الفترينة تاني يوم كان التمثال بيبص في اتجاه مختلف تاني، واليوم اللي بعده اتحرك تاني برضه. هو كان مقتنع إن لازم يكون في تفسير منطقي لده، زي الاهتزازات اللي هو وزواره مش حاسين بيها، بس ولا أي قطعة أثرية تانية في نفس الفترينة اتحركت خالص. وبرايس كان محتار ومش فاهم السبب. وبما أنهم شكوا أنه حد دخل الفترينة، وجهوا كاميرا عليها وكانت بتصور صورة كل دقيقة. ولما راجعوا الصور، الموظفين في المتحف اتفاجئوا لما لقوا القطعة الأثرية بتلف لوحدها، في حين أن الباقيين كانوا ثابتين تماما. اتقال أن الدوران ممكن يكون سببه اختلاف في الاحتكاك، وده فعلا تفسير منطقي. لكن برايس فضل مش مقتنع. قال إنه التمثال كان محطوط في نفس الفترينة بقاله فترة طويلة وما كانش بيتحرك قبل كده، وده مش هيحصل لو كان الاحتكاك ده هو السبب. كتير من الخبراء اتكلموا عن النظرية دي، بس محدش قدر يفسر ليه القطعة الأثرية فجأة بدأت تتصرف بالشكل ده مع إنها كانت ثابتة تماما قبل كده. لسه معروضة لحد النهاردة، وأي حد يقدر يشوفها لو عنده الجرأة يعني. رقم 18. عادة لما حد يبلغ إنه شاف أضواء غريبة في السماء وبيعتقد إنه مصدرها مركبة فضائية من خارج الأرض، الناس بتقابله بشوية تشكك. لكن بما إنه الحادثة اللي حصلت في بابو غينيا جديدة أبلغ عنها كاهن أنجليكاني، ناس كتير صدقوا روايته واعتبروها حقيقية. سنة 1959 الكاهن الأسترالي ويليام جيل كتب خطابا لصاحبه القس ديفيد دوري، وفيه وصف حاجة شبه مستحيل حد يصدقها. بدأ الخطاب وقال إنه بقى مقتنع أكتر وأكتر إن الأرض بيزورها مخلوقات فضائية، وده بسبب عدد البلاغات الموثوقة اللي اتعملت في المنطقة في الفترة الأخيرة. وأضاف إن أغلب البلاغات دي اتعملت بعد ما الناس شافوا حاجات في بويانيه، وإن أكتر من مركبة كانت بتحوم فوق جبل بودي. وأوضح إنه هو كمان شاف شوية من أضواء دي يوم 9 أبريل من نفس السنة، وإنها ظهرت في أماكن مختلفة طول الليل. جيل كان شاكك في البلاغات دي، لكن بعد ما شاف الأضواء بنفسه ما بقاش عنده شك إن في حاجة غريبة بتحصل في السماء فوق بابوا غينيا الجديدة. بس أضاف إنه لسه محتاج دليل علمي قبل ما يقدر ينسب الأضواء دي لنشاط كائنات فضائية. اقترح إن الأضواء دي ممكن تكون اتعملت بسبب نوع من الشذوذ الكهربائي، أو إن التفجيرات الذرية اللي حصلت في ناجازاكي وهيروشيما من حوالي 15 سنة ليها علاقة بالموضوع. بس اعترف إنه مساعده شاف مركبة على شكل صحن وهو بيتفرج على الأضواء الغريبة، بس هو قال إن عقله كان بيلعب بيه عشان غالبا شاف صورة زي دي في كتاب أو مجلة قبل كده. وكمان هو كان حاسس إنه لو المركبة دي حقيقية فهي غالبا بتتحكم فيها بالراديو، لأنه ما قدرش يصدق إنها ممكن تحتوي على حاجة بحجم إنسان. مشاعر جين ناحية الموضوع كانت واضحة، لكن في اليوم اللي بعده غير رأيه. في رسالة تانية لدوري قال إنه الليلة اللي فاتت كان معاه مجموعة من الناس بيتفرجوا على الصحون دي لمدة حوالي 4 ساعات، ودلوقتي ما بقاش عنده أي شك إنها فيها طيارين مش بشر. هو بلغ بالآتي: الساعة 6:45 في الليلة دي شافوا ضوء ساطع في السماء، وكمان ناس كتير تانية شافوه، وكلهم تجمعوا عشان يشوفوا إيه اللي هيحصل. مرتبة على شكل صحن ب4 أرجل هبوط قربت بعد كده وبدأت تحوم فوق المجموعة. جواها شافوا 4 مخلوقات غريبة بتتحرك جوا. كل 4 ثواني كان في ضوء أزرق بينزل عليهم من المركبة، ولمدة 45 دقيقة بعدها فضت المركبة ثابتة في مكانها، وفي الآخر بدأت تتحرك وبسرعة رهيبة اختفت لفوق في السماء بالليل. ولما المجموعة افتكروا أنه الحادثة خلصت، نزلت مجموعة من المركبات الأصغر فجأة، وبعد 20 دقيقة رجعت المركبة الأولى. كل المركبات دي فضلت في المنطقة لمدة 2.5 سنين بعد كده، وما اختفتش من النظر غير لما السحاب بدأ يتجمع. كل المركبات دي رجعت تاني الليلة اللي بعدها، وكان الطيارين جواها. جيل قدر يشوف 2 من الكائنات بيظبطوا أجهزة في ظهر الطبق الطائر، بينما الثالث كان باين عليه بس بيتفرج على الناس اللي اتجمعت. جيل زهق من الفرجة بس، فقرر يروح للشخصية دي، ولدهسته لوحت له هي كمان.
ولما واحد تاني من المجموعة لوح بيديه الاثنين للطبق الطائر، الكائنات قلدته وعملت زيه. الطبق الطائر في الآخر أتحرك لمسافة قصيرة بعيد، وسرعان ما السحب غطته وما بقاش باين تاني. في الليلة اللي بعدها ظهر 8 أطباق طائرة، وفي لحظة معينة جيل سمع صوت انفجار ضخم، بس مصدره عمره ما تعرف. الحوادث دي عمرها ما تفسرت، لكن ناس كتير كانوا موجودين في الليالي دي أكدوا روايات جيل. حادثة بابو غينيا الجديدة تعتبر لغز ممكن عمره ما يتحل. رقم 17. بيقولوا إن شعب بيل بيكر كان ليه دور كبير في جلب العصر البرونزي لبريطانيا، وإنهم ممكن يكونوا ساعدوا في إعادة تصميم ستونهنج، بس إحنا نعرف قليل جدا عن الحضارة دي وعن حياتهم. ودلوقتي بفضل تحليل الحمض النووي بيعتقدوا إن شعب بيل بيكر وصل بريطانيا في فترة ما بين 2400 و 2600 قبل الميلاد، وإن وصولهم كان نهاية العصر الحجري الحديث. وكمان بيقولوا إنه حمضهم النووي استبدل تقريبا كل الحمض النووي للسكان الأصليين لبريطانيا، وده معناه إن تقريبا ما فيش حد من السكان الأصليين للجزيرة ليه صلة بالبشر اللي عايشين هناك دلوقتي. الكلام ده اتحدد خلال دراسة قارنوا فيها الحمض النووي للناس اللي اتدفنوا في بريطانيا قبل وبعد وصول الناس الغامضين دول. رئيس فريق البحث البروفيسور إيان بارنز قال إن الحمض النووي اللي اتلاقى في بقايا الناس اللي اتدفنوا بعد وصولهم كان مختلف بشكل ملحوظ عن بتاع السكان الأصليين، وده كان معناه إن حصل تغيير كبير في السكان. شعب بيل بيكر اتسموا بالاسم ده بسبب أسلوب الفخار المميز بتاعهم. من حوالي 4500 سنة بدأوا يصنعوا فخار على شكل جرس، وده كان أول مرة يتشاف بالشكل ده، وكان أول ظهور ليه في أسبانيا والبرتغال الحالية. الأسلوب ده انتشر بسرعة وبقى موضة في أوروبا، وبعد قرن من الزمن ظهر لأول مرة في بريطانيا. مع أنه ما فيش تفسير مؤكد لده، العلماء اقترحوا أن شعب الأكواب الجراسية كانوا في عملية هجرة جماعية، وأنهم كانوا بياخدوا معاهم أسلوب الفخار ده في أي مكان بيروحوه. على مدار كم 100 سنة عدد أكبر من شعب الأكواب الجراسية وصلوا بريطانيا، وقبل ما يعدي وقت طويل كانوا تقريبا استبدلوا الحمض النووي لسكان المنطقة الأصليين. احنا كمان عندنا فكرة كويسة عن شكلهم كان عامل ازاي. وبفضل الحمض النووي اللي اتعمل عليه تحليل، الباحثين بيعتقدوا انهم كان عندهم بشرة فاتحة وشعر فاتح وعيون لونها فاتح. وقت وصولهم السكان الأصليين لبريطانيا كانوا عادة عندهم عيون بنية وشعر بني وبشرة لونها زي الزيتون، وده أكيد مش الحال دلوقتي. وده باين إنه بيدعم النظرية اللي بتقول إن السكان الأصليين اتبدلوا تدريجياً، لأن شعب بيل بيكر كانوا هيخلفوا مع الناس الأصليين واللي في الآخر اختفوا وبقوا في طي النسيان. أما عن أصل شعب الجرس، في البداية كانوا بيعتقدوا إنهم جايين من ليبيريا، بس الخبراء مش متأكدين 100% من الموضوع ده. وكمان اتقال إنهم اختلطوا مع الصيادين وجماعي الثمار في أوروبا قبل ما يسافروا لبريطانيا، وده معناه إن الحمض النووي بتاعهم كان اتغير برضو قبل ما يوصلوا. مش طبيعي إنه الحمض النووي لمجموعة واحدة يسيطر تماما وفي الآخر يطغى على مجموعة تانية، بس في بعض العلماء شايفين إن في تفسير للموضوع ده. هم بيعتقدوا إن ممكن يكون حصل وباء، وإن الكارثة جات بعد كده. من المحتمل جدا إن شعب بيل بيكر كان عنده مناعة ضد تأثير المرض، وإنه البريطانيين الأصليين ما كانوش عندهم المناعة دي، وبالتالي شعب بيل بيكر كانوا حيستمروا في الازدهار، بينما البريطانيين كانوا حيموتوا بسبب الطاعون، وده أدى إن حمضهم النووي يقل مع مرور السنين. وفيه كمان اقتراح إنهم بدأوا يستخدموا ستونينج وكمان مواقع نيوليثية تانية كتير كانت اتبنت في بريطانيا، وممكن يكون لهم دور في إعادة تصميم النصب الشهير، مع إن ده لسه ما تثبتش. هم عرفوا السكان الأصليين في بريطانيا على صناعة المعادن والرماية وأسلوبهم المميز في صناعة الفخار. لو أي حاجة من الكلام ده اتثبتت بشكل قاطع ممكن تغير كتب التاريخ زي ما احنا عارفينها، بس لحد دلوقتي لسه عندنا كتير نتعلمه عن شعب بيل بيكر القديم ده. رقم 16. في سنة 2008 كريستين والترز عندها 23 سنة، كانت بتدرس علم النبات وعلم النبات العرقي في جامعة ويسكونسن. كانت معروفة إنها بتحافظ على لياقتها عن طريق ممارسة اليوغا والبيلاتس، وكمان بدأت تقدم شوية من الدروس دي علشان تكسب فلوس زيادة. وأثناء إجازة الربيع بعيد عن الكلية قررت تمدد فترة إجازتها علشان تقدر تسافر لمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.
المعروف إنها سابت ديرفيد في ولاية ويسكونسن ووصلت يوريكا في كاليفورنيا لأنها قضت شوية وقت هناك مع شوية من أصحابها. وبحسب كلام أصحابها وهي هناك بدأت تهتم بالروحانيات وأنماط الحياة البديلة وصحة البيئة، وعادت عيلتها إنها هتفضل على تواصل معهم وهي هناك، وفعلا فضلت على وعدها الفترة. لكن مع مرور الوقت بقوا يسمعوا منها أقل وأقل، ولما كانت تتصل بالبيت كان غالبا علشان تطلب فلوس لأنها ما كانتش بتشتغل وكانت دايما بتخلص منها الفلوس. واحد ساكن في مدينة أركاتا اتصل بالشرطة يوم 12 نوفمبر نفس السنة علشان يبلغ إنه كريستين ظهرت على باب بيته، ولما فتحوا الباب اتصدموا لما لقوها من غير هدوم، جسمها كله خدوش وكانت تايهة ومش مركزة. الشرطة أخذوها من البيت وودوها مستشفى سان جوزيف، وهناك الموظفين لاحظوا إنها كانت باينة عليها الخوف من حاجة، ولما سألوها إيه اللي خوفها أوي كده قالت إن في حد بيطاردها بس ما قدرتش تقول مين أو إيه اللي خلاها تصدق كده. وبرضه ما قدرتش تفتكر كويس الأحداث اللي حصلت قبل ما يلاقوها في البيت، لكنها فضلت تكرر إن اللي بيطاردوها هيلاقوها مهما راحت فين. ولما طاقم المستشفى شاف إن كريستين بقت كويسة كفاية علشان تخرج أخدوها على موتيل. هي قالت إنها هتخطط ترجع بيتها وهي في الموتيل، وبعد ما تواصلت مع عائلتها حولوا لها $1000 في حسابها البنكي علشان تذكرة الطيران ومصاريف تانية. معروف إنها زارت مركز نسخ في يوريكا في وقت ما لأن والدتها كانت بعتلها شوية أوراق مطلوبة للرحلة هناك. اتشفت في تسجيل كاميرات مراقبة وكانت باينة عليها التوتر، وكانت ماسكة الورق بقوة على صدرها قبل ما تخرج من المحل. الفلوس اللي اتضافت في حسابها ما تلمستش، ولما عائلتها ما سمعتش عنها لحد يوم 17 نوفمبر اتصلوا بالشرطة علشان يبلغوا عن اختفائها. وأثناء عمليات البحث اللي اتعملت بعد كده شنطتها اتلاقت في مركز جرين ايفولوشن في أركاتا. جوا الشنطة المحققين لقوا البطاقة والفلوس اللي كانت قالت إنها ضاعت منها، وبيعتقدوا إنها سابت الشنطة هناك قبل ما تتنقل للمستشفى لأنها كانت بتعمل كده كل ما كانت بتخطط تروح تتمشى في غابة مجتمع أركاتا. التحقيق اللي اتعمل بعد كده كشف إن كريستين كانت شاركت في طقس غير قانوني قبل ما تتلخبط وتفقد تركيزها، وبيعتقدوا إنها تناولت مادة غير قانونية مع مادة خاضعة للرقابة، وبعد كده بدأت تشوف هلاوس. المواد دي معروفة إنها بتسبب ارتباك وجنون، الارتياب وهوس، خصوصاً عند الناس اللي بيعانوا من مشاكل نفسية. كريستين عمرها ما تلاقت وعائلتها يائسين وعايزين يعرفوا الحقيقة. أي حد عنده أي معلومة ممكن تساعد في معرفة مكانها يرجى يتواصل مع مكتب شريف مقاطعة هومبولت على الرقم 707 445 7251. رقم قضية كريستين هو MP 5477. رقم 15. في القرن الرابع عشر والخامس عشر كانت عائلة كورتريال النبيل اللي أصلها من إسبانيا معروفة بحبها لاستكشاف محيطات العالم. ابن العائلة جاسبار وميغيل ورثوا الحب ده من أبوهم جواو فاز كورتريال. كانوا بيقولوا إنه جاسبار هو المغامر الحقيقي من الاثنين، لأنه تربى على سماع حكايات عن بلاد بعيدة وتعلم بسرعة إزاي يقرأ الخرائط. رغبته في المغامرة زادت أكتر بسبب الاكتشافات اللي عملها مستكشفين تانيين لحد سنة 1500، واللي شملت طرق تجارة جديدة وقارات جديدة وأراضي وعراق عمرهم ما شافوها قبل كده. ولما كبر اختاروا الملك مانويل الأول ملك البرتغال علشان ينضم لمستكشفين تانيين في اكتشاف مناطق جديدة. وفي أول رحلة ليه ممكن يكون وصل لجرينلاند، مع أن النظرية دي لسه محل جدل. وكان بيقول إنه قبل ما هو ورجالته ينزلوا على اليابسة الجو الساق خلاهم يرجعوا، لكنه كان ناوي يرجع تاني ومعاه ناس أكتر. ولما جمع مجموعة كبيرة من المستكشفين سنة 1501 أبحر تاني، المرة دي معاه 3 سفن. ولما وصلوا للمنطقة دي لقوا الأمور صعبة بسبب الجو البارد والتلج. السفن ما كانتش مصممة علشان تكسر التلج، فجاسبار قرر يغير المسار، وبيعتقدوا أن المجموعة نزلت في نيوفاوندلاند أو يمكن لابرادور. الحملة كانت ناجحة، وجاسبار رجع معاه حوالي 60 واحد من الناس اللي كانوا عايشين في المنطقة دي لبرتغال. بس حصل حاجة احنا مش عارفينها في الطريق، لأن السفينتين التانيين وصلوا بالسلامة، لكن سفينة جاسبار ما كانش ليها أي أثر. ميغيل ما قدرش يقبل إن أخوه اختفى كده وبس،
وبما إنه كان بيحب المغامرة وكمان اتوعد بجزء من الأرض اللي اكتشفوها، قرر يطلع يدور على جاسبار. في سنة 1502 جمع مجموعة جديدة من البحارة وطلع ب3 سفن من لشبونة. اتجه للمنطقة اللي آخر مرة تشاف فيها أخوه، وده معناه إنه هو ورجالته اضطروا يقطعوا نفس المية المتجمدة اللي جاسبار وطاقمه قابلوها. وده ما كانش مشكلة كبيرة لأنهم وصلوا للمنطقة من غير مشاكل تقريبا. بس بعدين ميغيل عمل غلطة قاتلة. قرر إنهم محتاجين يغطوا مساحة أكبر بسرعة أكتر، وأمر ال3 سفن إنهم يتفرقوا. اتفقوا يقابلوا بعض في مكان معين في نص أغسطس السنة دي، وفعلا سفينتين وصلوا، لكن سفينة ميغيل اختفت زي ما حصل مع إخواته. في ناس بتتوقع إنه سفينته يا إما اتدمرت تماما بسبب الثلج يا إما غرقت في عاصفة. عائلة كورتي ريال ما استسلمتش برضه. في سنة 1503 أخوهم فاسكو أنيس بعت سفينتين لنفس المنطقة يدوروا على إخواته، لأنه كان من الطبيعي إنه ما يتسمحلوش يطلع مع الحملة. وبعض المؤرخين افترضوا إنه واحد أو الاثنين من الأخوات قرروا ما يرجعوش للبرتغال، وإنهم عاشوا حياة طويلة في واحدة من المناطق دي. بس ده طبعا عمره ما اتثبت، والمؤرخين يقدروا بس يتكهنوا إيه اللي حصل لإخوات كورتي ريال من قرون فاتت. رقم 14. اختفاء هيون سونغ اللي عندها 21 سنة والمعروفة بين أصحابها وعائلتها باسم سيندي لسه محير السلطات، لأنهم مش قادرين يعرفوا إيه اللي حصل لها سنة 2001. في الوقت ده سيندي كانت طالبة في جامعة ولاية بنسلفانيا، كانت في آخر سنة ليها وكانت بتدرس الفنون التكاملية. لما اختفت فجأة ومحدش شافها أو سمع عنها تاني. كانت بتشتغل في وظيفتين وكانت بتستعد لتخرجها في ربيع السنة اللي بعدها، لكن عمرها ما هتكون عندها الفرصة تحقق الخطط دي بسبب حدث غامض حصل في ليلة من الليالي. في يوم 31 أكتوبر السنة دي قررت تخرج مع شوية من صحابها عشان يحتفلوا بالهالوين. كانت لابسة زي أرنب، عبارة عن جيبة سودا وتيشيرت أبيض ودان أرنب لابساهم على راسها. بحسب كل الروايات المجموعة قضت وقت حلو، وقبل الساعة 4 الفجر بشوية قرروا ينهوا الليلة. هي وصاحبتها راحوا عمارتها ونزلتها قبل الساعة 4 الفجر بشوية. صاحبتها استنتها تدخل العمارة قبل ما تمشي بالعربية، واللي حصل بعد كده لسه مش معروف. بعد ما تم الإبلاغ عن سيندي إنها مفقودة، المحققين راحوا شقتها علشان يحققوا، وكلهم اتفاجئوا باللي لقوه هناك. هي كانت دخلت الشقة فعلا لأن شنطة ظهرها كانت متسابة عند باب الشقة من جوا. هي سابت موبايلها في مكانه المعتاد، وكمان شالت الرموش الصناعية اللي كانت لابساها في الحفلة. عشان كده الناس بتعتقد إنها كانت بدأت تجهز نفسها للنوم لما حصل حاجة خلتها تختفي. ومع استمرار البحث بقى واضح إن شنطتها وبطاقتها الشخصية وكروت الائتمان وبدلة الأرنب اللي كانت لابساها كلهم كانوا مفقودين. الشقة كانت متروكة في حالة كويسة وما فيش أي علامات على اقتحام أو دخول بالقوة. اتسألوا جيرانها لكن قالوا إنهم ما سمعوش أي أصوات غريبة الصبح ده، وما شافوش أي حد مريب في العمارة. ما حدش أبدا قال إنها قررت تختفي بإرادتها، لأنها كانت شخصية يعتمد عليها جدا، ومستحيل كانت تسيب الكلية من غير ما تبلغ أهلها. كانت ماشية كويس في كل مودة، وعشان كده ما فيش سبب يخليها تختفي. اتعملت أكتر من مناشدة لأي حد عنده معلومات عن قضيتها إنه يتقدم، لكن ولا شاهد ظهر أبدا. بعد كده حد اتصل بالشرطة وبلغهم إنه شاف واحدة بنفس أوصافها بيجبروها تركب عربية في الحي الصيني في فيلادلفيا. المعلومة دي ما وصلتش لأي حاجة، ومحدش قدر يأكد إذا كانت الست اللي اتخطفت دي هي سيندي ولا لأ. في سنة 2003 راجل اسمه بول ويكلي بلغ إن سيندي اتخطفت على إيد هوغو سيلينسكي اللي كان مجرم معروف في بنسلفانيا وقتها، ومعاه مايكل كاركوفسكي. بيت زيلينسكي في مقاطعة لوزيرن اتفتش، والمحققين لقوا أدلة على جرائم بشعة حصلت هناك، لكن ما لقوش أي حاجة تربط الجرائم دي بقضية سيندي. لسه مش معروف إذا كان في جريمة ورا اختفاء سيندي ولا لأ، ومصير سيندي لحد دلوقتي لسه غامض. رقم قضيتها هو MP 3088، وأي حد عنده معلومات زيادة عن اختفائها يتواصل مع شرطة البلدة على الرقم 814 237 1172، ويذكر رقم القضية 3701 37,013,711. رقم 13.
سيث ماتيريال هو كتاب ألفته جين روبرتس وجوزها روبرت بوتس، لكنه مش زي أي كتاب تاني اتنشر قبل كده، لأنهم بيقولوا إنه في تواصلهم مع كيان اسمه سيث. القصة دي بدأت سنة 1963 لما جين وروبرت جات لهم فكرة يعملوا بحث لكتاب كان روبرت بيكتبه عن الإدراك فوق الحسي. اشتروا لوح ويجا وبدأوا يجربوا علشان يشوفوا إذا كانت الإشاعات عن الألواح دي صحيحة ولا لا. كانوا مش عارفين إن حياتهم هتتغير للأبد. في 3 ديسمبر من نفس السنة بدأوا يتكلموا مع كيان ذكر قال إنه اسمه سيث. بدأوا يكتبوا المحادثات دي، لكن في الآخر جين بدأت تستقبل الرسائل من غير لوح الويجا، وكأن الرسائل دي كانت بتوصل لدماغها مباشرة. ده معناه إن اللوح ما بقاش ليه لازمة، لأن جين كانت تقدر ببساطة تنقل الرسائل لروبرت وهو يكتبهم بعد كده. سيث شرح إنه كائن من طاقة نقية، وإنه ما بقاش عنده أي اهتمام بالعالم المادي، وأضاف إنه خلص كل تجسداته على الأرض ودلوقتي عايش في مستوى وجود تاني. وكمان المعلومات اللي نقلها للزوجين كانت اتقالت لناس كتير قبل كده، لكن مع كل جيل جديد هو وكائنات تانية كانوا بيكرروا رسائلهم من جديد. سيث كان باين عليه إنه متعود على اللغة الحديثة، وجين قالت إنها في مرات كتير بعد ما تخلص كلام مع سيث ما كانتش بتفتكر إنها تكلمت معه أو حتى شربت نبيذ أثناء الحوار. مع أنه رسائل كتير اتقالت من سيث، كان هدفه الأساسي إنه يعلم جين وباقي الناس في العالم إنهم يقدروا يخلقوا واقعهم بنفسهم من خلال أفكارهم ومعتقداتهم بس. وكمان شرح إنه التناسخ حقيقي جدا، وإنه واحد من المبادئ الأساسية للوجود. أما بالنسبة لفكرة إنه كل شخص بيخلق واقعه بنفسه، فهو قدم شرح عن إزاي ده بيحصل. الأنا الداخلية لأي شخص هي المسؤولة عن خلق شكله الجسدي والبيئة المادية اللي حواليه. التجارب اللي بيعيشوها بتتحدد بتوقعاتهم ومعتقداتهم وطريقتهم في التفكير، ودي بيخلقها الأنا الخارجية. باختصار سيث شرح إنه كل شخص بيعيش الحياة اللي بيركز عليها، وإنها ممكن تتغير بس لما يقرر يغير توقعاته ومعتقداته. جين وضحت أكتر وقالت إنه البيئة المادية اللي حوالينا بيخلقها عقلنا. الأفكار دي بعد كده بتتملي بالطاقة، والطاقة دي بتيجي من عقول الناس كلهم، والأحداث اللي بنعيشها سواء كمجموعة أو كأفراد بتتخلق بنفس الطريقة من خلال الفكر والطاقة. وكمان سيث قال إنه مفيش بداية ولا نهاية للواقع، ووعد أي حد يتبعه إنه هيعيش وعي مختلف ومغامرات عمره ما كان يحلم بيها. الجلسات دي استمرت كمان 21 سنة لحد ما جين توفت سنة 1984. مع إنه ناس كتير بيعتقدوا إنه سيث عمره ما كان موجود فعلا، في ناس تانية لقت حكمة في كتابات جين وحسوا إن كتبها غيرت طريقتهم في التفكير عن العالم للأحسن. رقم 12. حالات الاختفاء الجماعي موضوع مرعب، لكنه في نفس الوقت مثير للاهتمام. كتير من أنواع حالات الاختفاء دي حصلت حوالين العالم عبر التاريخ، لكن في حالة واحدة بس من النوع ده حصلت في السويد. القضية بتخص 3 رجالة، جير كارلسون، يانس دالشا، وكيل يوهانسن، وكلهم كانوا يعرفوا بعض لأنهم كانوا شغالين مع بعض في حوض بناء سفن في غوتنبرغ. في يوم 29 يوليو 1965 عملوا حاجة عمرها ما تفسرت، ولسه لحد دلوقتي تعتبر واحدة من أكثر الألغاز المحيرة في السويد. بعد ما خلصوا شغلهم العصر ده، ال3 قرروا ياخدوا عربية أخو دارشيه وكانت فولفو، وتشافوا هم بيركبوا العربية قبل ما يمشوا بيها. هنا الموضوع بيبدأ يبقى معقد جدا، لأنه بيتقال إنه ليه علاقة بقضية تانية حصلت في نفس اليوم، مع إن مفيش أي دليل على كده لحد دلوقتي. في نفس العصر ده شاب عنده 18 سنة اسمه هيومنر لونفست كان رايح ليوساشيل عن طريق غوتنبرغ، بس هو ما كانش عنده عربية. بدل كده قرر إنه يركب مع الناس في الطريق، وفي وقت من الأوقات عيلته وصلها كارت بريد منه مكتوب عليه ببساطة كل حاجة تمام ما تقلقوش. ال3 اللي كانوا في الفولفو ما رجعوش البيت وما حضروش أي وردية من الورديات اللي بعد كده. أصحابهم وعائلتهم بلغوا عن اختفائهم بشكل منفصل، فبالتالي لسه مش معروف إذا كانوا مع بعض وقت ما اختفوا ولا لأ، مع أنه ده باين عليه احتمال كبير، والسلطات شايفة أن ده اللي حصل فعلا. أما لوندفست محدش شافه تاني، وبما أنه تبلغ عن اختفائه بعدين فمش معروف إذا كان فيه علاقة بين الحالتين ولا لأ. اتقال إن ال3 اللي شغالين في الترسانة البحرية كانوا سايقين الفولفو، وقابلوا لوندفست في الطريق وقرروا يركبوه معاهم،
ولا واحد من الثلاثة كان معاه رخصة سواقة، فممكن يكون حصل لهم حادثة، ويمكن يكونوا وقعوا في بحيرة أو أي مكان فيه مياه. يعتقد أنهم كانوا ناويين يرجعوا البيت في نفس اليوم لعدة أسباب. الثلاثة سابوا كل حاجاتهم الشخصية وراهم، حتى الفلوس وبطاقات الهوية بتاعتهم. واحد من الثلاثة كان لسه جاب طفل مع مراته، ووفقا لعيلته عمره ما كان هيسيبهم بإرادته. في نظرية تانية قالت إن حالات الاختفاء دي ليها علاقة بجريمة حصلت في المدينة في نفس اليوم. 2 رجالة حاولوا يسرقوا بنك، ولما الموظفين في البنك هجموهم بدأوا يحدفوا عليهم حجارة وهم بيهربوا. اللصوص في الآخر شالوا هدومهم الخارجية وطلعوا لابسين لبس غطس تحتها، ومفيش شك إنهم كانوا مخططين يهربوا تحت المية. بس واحد من الرجالة جرح نفسه لما السلاح بتاعه ضرب نار بالغلط وما قدرش يهرب. هو وشريكه اتقبض عليهم في الآخر، وكمان اتقبض على راجل تالت. وعلى الرغم ان ناس كتير بيعتقدوا ان الموضوع ليه علاقة بحادثة الاختفاء الجماعي، مفيش اي دليل ربط بين الحادثتين اتلاقى لحد دلوقتي. في السنين اللي عدت من وقتها جت تقارير ان لوندفيست اتشاف في اماكن بعيدة زي سنغافورة، بس ولا واحدة من المشاهدات دي اتأكدت، ولسه مفقود هو و3 أصحابه اللي من الترسانة البحرية. الغريب إن واحد كان لابس واحد من بلوفرات كارلسون اتلاقى في شقة كارلسون بعد كام يوم من الإبلاغ عن اختفائه، وقال إن كارلسون عايش وبخير، وإنه ممكن يتلاقى في منطقة الحانات. بس الخيط ده ما وصلش الحاجة، والشخص الغريب عمره ما تعرف، وفضلت القضية بدون حل. رقم 11. لو سألت أي حد عشوائي في الشارع مين اللي اكتشف أمريكا، 99% من الناس هيردوا باسم كريستوفر كولومبوس. ده اللي تعلمناه في المدرسة وفي كتب التاريخ، لكن حسب بعض المصادر اللي وصل للقارة الأول كان واحد ويلزي. في سنة 1170 أوين جوينيد كان حاكم مقاطعة احتفالية في ويلز اسمها جوينيد، ولسه بيتعتبر واحد من أفضل وأهم الملوك اللي شافتها البلد. في كذا مناسبة أوين والملك هنري الثاني ملك إنجلترا اتخانقوا بسبب استقلال وتوسع ويلز، لأنه هنري كان مركز على استرجاع ويلز لإنجلترا. في الآخر هنري اتغلب على إيد أوين وحلفائه في ويلز، اللي ساعدهم الجو السيء في اليوم ده. في سنة 1170 أوين توفى، وعلى طول تقريبا بدأت الخناقات بين أولاده 13 عشان مين فيهم هيخلفوا على العرش. 2 من أولاده مادوك وريريد قرروا إنهم مش عايزين ليهم علاقة بالخناقة دي ولا بباقي العيلة. ركبوا سفينة في لاندلو، وطبقا للأسطورة بدأوا يبحروا ناحية الغرب من غير وجهة معينة في دماغهم، لأنهم قرروا يشوفوا هيوصلوا فين. أبحروا عبر المحيط الأطلنطي، وفي الآخر وصلوا لقارة أمريكا. قرروا إنهم لازم يشاركوا الاكتشاف ده مع شعبهم، فعشان كده مادوك رجع بلده عشان يجيب رجالة أكتر. ولما وصل هناك حكى للناس هناك عن مغامراته والعالم الجديد اللي هو وأخوه اكتشفوه. وبسبب حكايته اللي شدت الناس، كتير من الرجالة وافقوا يطلعوا معاه في الرحلة التانية. وفي سنة 1117 أبحروا من جزيرة لوندي. بيقولوا إن المجموعة رجعت فعلا لأمريكا ونزلوا عند خليج موبايل في ألاباما، ومن هناك طلعوا على نهر ألاباما، وهناك بنوا شوية حصون حجرية على الطريق. القبائل الأمريكية الأصلية لسه بتتكلم عن الموضوع ده، وأكدوا إن الحصون دي اتبنت فعلا على إيد رجالة بيض، بس عمرهم ما قدروا يثبتوا إن اللي عمل كده كان مادوك والمجموعة بتاعته من البحار. لكن المؤرخين أكدوا إنه الهياكل دي شبه قوي قلعة دولويث ألين في مقاطعة كونوي في ويلز. نفس الهياكل دي اتأرخت إنها أقدم من وصول كريستوفر كولومبوس للقارة، وعشان كده ناس كتير بيعتقدوا إن مادوك هو اللي اكتشفها فعلا. لا مادوك ولا ريريد ولا أي حد من رجالتهم اتشافوا تاني أبدا، وفي ناس بتتوقع أنهم قرروا يفضلوا في أمريكا أو بدأوا يعيشوا كجزء من قبيلة من السكان الأصليين. رقم 10. الرأس الحجري في غواتيمالا هو قطعة أثرية تم توثيقها في الخمسينات، ومن وقتها والخبراء بيحاولوا يعرفوا مين اللي صنعها وإزاي وصلت للمنطقة اللي اتوجدت فيها، وكمان كانت بتمثل مين. لفترة طويلة مكان وجود الرأس كان مجهول، وكل اللي كان معروف إنه في مكان ما في غابات غواتيمالا، لحد سنة 1987 لما صاحب الأرض اللي اتوجد فيها الرأس حاول يعرف عنها أكتر. بعت صورة للأثر الغريب ده مع وصف ليه للدكتور أوسكار رافائيل لارا، اللي كان مش بس محامي لكن كمان موثق عقود
ودكتور في الفلسفة. صاحب الأرض قال إنه الصورة اتخذت في الخمسينات. خبر الاكتشاف وصل بعد كده للمستكشف ديفيد هاتشر تشيلدرز، وهو بيقرأ نسخة من نشرة اسمها Ancient Skies. قرر إنه يحقق في الاكتشاف بنفسه، وعشان كده أتواصل مع الدكتورة لارا. لارا قالت إنه قدر يوصل لصاحب الأرض وسماه كواحد من عائلة بيونير، وأضاف أن رأس التمثال الحجري كان موجود على بعد حوالي 6 أميال من قرية لا ديمقراسيا، وبدأ تشايلدرز فوراً يخطط للسفر للمنطقة. لكن فرحته ما طولتش، لأنه جاله خبر من الدكتور لارا إنه لما وصل أخيراً للمكان عشان يعاين الحجر قالوا له إنه الموقع كله اتدمر. ومش بس كده، ده كمان الثوار دمروا الرأس من أكثر من 10 سنين لما قرروا يستخدموها كهدف للتدريب على الرماية. فم التمثال وعينيه وأنفه اتدمروا، لكن لارا قدر ياخد شوية قياسات برضو. هو بلغ تشيلدرز إن التمثال كان ارتفاعه 16 قدم، وإنه الرأس كان فيها رغبة كمان. بعد رحلته على طول اندلع قتال في المنطقة، ولارا ما قدرتش ترجع تاني، وعشان كده أسرار رأس التمثال الحجري فضلت من غير إجابة لحد النهاردة. في عوامل كتير حوالين التمثال خلت الخبراء محتارين، وغالباً عمرهم ما هيلاقوا الإجابات اللي بيدوروا عليها. أول حاجة، الناس اللي صنعوا الحجر كانوا واضح إن عندهم معرفة متقدمة في الحاجات دي، مع إننا مش عارفين هم مين، لأن مفيش أي سجلات تاريخية ممكن تساعدنا نعرفهم. ثاني حاجة، ملامح وجه التمثال مش منطقية، لأن الصور اللي اتبعتت للدكتور لارا وضحت إنه عنده ملامح قوقازية، وده ما كانش ممكن يحصل لأنه مفيش مستكشفين قوقازيين وصلوا للمنطقة دي وقت ما الرأس دي اتنحتت. وكمان مفيش حد من الناس اللي كانوا عايشين في المنطقة دي وقتها كان عنده الملامح دي، وده خلى بعض الناس يعتقدوا إن كان في قوة تانية بتتدخل وقت ما التمثال اتعمل. المؤرخين رفضوا فكرة وجود أي تأثير من كائنات فضائية زي ما اقترحت بعض المنشورات والبرامج التلفزيونية المتدنية المستوى، وما زالوا بيدوروا على إجابات منطقية، لكن مفيش أي تقدم حصل في العقود اللي عدت من وقتها. رقم 9، العسكريين بلغوا عن رؤيتهم لأضواء غريبة في السماء بقالهم عقود، وقضية اختفاء الطيارين فيليكس مونكلا وروبرت ويلسون اللي لسه منهاش حل مش استثناء. الحادثة حصلت في ليلة 23 نوفمبر سنة 1953. على حسب كل الروايات كانت ليلة عاصفة، وأعضاء قيادة الدفاع الجوي الأمريكية اللي كانوا متمركزين قريب من الحدود الكندية بدأوا يشكوا لما لاحظوا طائرة بتقترب على شاشات الرادار. في البداية اتوقعوا أنها ممكن تكون طيارة كندية، لكن علشان يتأكدوا طلعوا طيارة مقاتلة من نوع F-89 سي سكوربيون من قاعدة كينروس الجوية القريبة علشان تحقق في الموضوع. كان على متن الطيارة الملازم أول فيليكس مونكلا اللي كان بيقود الطيارة، والملازم ثاني روبرت ويلسون اللي كان مسؤول عن تتبع الجسم ده عن طريق الرادار. على مدار الشهور اللي بعدها الأمور بقت غريبة جدا في الجو، ووفقا للباحثين في الأجسام الطائرة المجهولة الحادثة دي بقت واحدة من أغرب مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة اللي تسجلت في التاريخ العسكري. كانوا فاكرين إنهم هيلاقوا الجسم ده بسهولة نسبية، لكن ده ما حصلش. أول ما الطيارة أقلعت ويلسون كان بيعاني إنه يتتبع الجسم ده على الرادار لأنه كان بيغير مساره باستمرار. الموضوع ده اتنقل للطاقم الأرضي اللي بعد كده بدأ يوجه مونكلا. هو زود سرعته ل 500 ميل في الساعة، وفي الآخر بدأ يقرب من الجسم المجهول، لكن في الوقت ده كان نص ساعة عدل بالفعل. الطاقم الأرضي اتفاجأ من قدرة الجسم الثاني على المناورة، وكانوا بيتابعوا بقلق لما الطيارة النفاثة بدأت تقرب من هدفها. هم طلبوا من مونكلا ينزل من 25,000 ل 7,000 قدم، وعلى بعد حوالي 70 ميل من ساحل كيوي نو بوينت أخيراً لحقوا الجسم المجهول. أفراد الجيش اللي كانوا بيراقبوا الرادار قالوا إنه النقطتين على الشاشة بدأوا يقربوا من بعض، لكن بعدين حصل اللي ما كانش حد يتخيله. إشارة مونكلا وويلسون على شاشة الرادار اختفت فجأة، وده سبب قلق كبير لكل اللي كانوا موجودين. وبعد ثواني قليلة المركبة الثانية غيرت اتجاهها فجأة قبل ما إشارتها هي كمان تختفي من غير أي تفسير. طيارات تانية اتبعت فوراً للمنطقة عشان يشوفوا إيه اللي حصل، بس ما لقوش أي أثر للرجلين الاثنين. عمليات البحث اتعملت بواسطة القوات الجوية الأمريكية وخفر السواحل والقوات الجوية الكندية، لكن من غير فائدة.
في تقريرها للإعلام الجيش شرح إنه الإشارتين اللي على الرادار بتاعهم بانوا كأنهم اندمجوا في نقطة واحدة، وبعدها الطيارة بتاعتهم اختفت فجأة كأنها تبخرت في الهواء. بس بعد كده غيروا التصريح ده وقالوا إنه مشغل الرادار فهم غلط اللي شافه، وإن مونكلا وويلسون فعلا اعترضوا الجسم، واللي كان طيارة C-047 تابعة للقوات الجوية الكندية. وكمان قالوا إن الطيارة خرجت حوالي 30 ميل عن مسارها المفروض ودخلت منطقة جوية محظورة. ولما تساءلوا عن ويلسون ومونكلا قالوا إن الطيار فجأة حس بدوار، وده خلى الطيارة تقع في بحيرة سوبيريور وهم راجعين للقادة بعد ما خلصوا مهمتهم بنجاح. الجيش الكندي قال إنه الكلام ده تأليف لأنهم ما طلعوش أي رحلات في الليلة دي. وكمان في الأول قالوا لزوجة مونكلا إنه وقع في البحيرة، وبعد كده قالوا لها إن الطيارة انفجرت في الجو. أي ذكر للمهمة دي اتشال من سجلات الجيش، والوقعة عمرها ما تفسرت بشكل كامل. ناس كتير بيعتقدوا إن اللي حصل ده كان مواجهة مع مركبة فضائية، بس سواء ده حقيقي أو لا غالبا الموضوع هيفضل مجهول للناس، لأن مفيش أي سجلات للمهمة دي أصلا. رقم 8. كلنا عارفين السؤال الفلسفي المشهور: لو شجرة وقعت في الغابة ومفيش حد حواليها هل هتعمل صوت؟ دي تجربة فكرية مثيرة للاهتمام، عمرها ما هتكون ليها إجابة نهائية، زي اللغز اللي كان متعلق بأشجار وقعت في واشنطن سنة 2018. الحدث حصل جنب بحيرة كوينولت اللي موجودة في شبه جزيرة أولمبيك في ولاية واشنطن، وبالتحديد في وادي كوينولت في حديقة أولمبيك الوطنية. المنطقة دي عادة متاحة للناس اللي بيحبوا يمشوا في النهار، لكن الناحية الشمالية من البحيرة فيها بيوت خاصة في الغالب. المنطقة كمان معروفة بوجود 3 أشجار صنوبرية ضخمة جدا، وتسموا إنهم أكبر أشجار من النوع ده اتلاقوا في العالم. بعض الأشجار دي عمرها أكتر من 1000 سنة وبتوصل للسماء زي ناطحات السحاب. الأشجار في المنطقة دي معروفة إنها قوية جدا وقادرة تتحمل الظروف الصعبة، وده اللي بيخلي لغز اللي حصل يوم 27 يناير 2018 محير أكتر. في الساعات الأولى من الصبح اليوم ده قوة غامضة قدرت تقتلع حوالي 110 شجرة من الأشجار دي، ولسه مفيش تفسير لحد دلوقتي. أول اقتراح كان إن في ريح قوية لازم عدت على المنطقة وإن الأشجار ما قدرتش تقاومها، لكن تم التواصل مع محطات الأرصاد الجوية القريبة وتأكد إن مفيش أي رياح زي دي اتسجلت في المنطقة في الوقت ده. أنظمة الرادار كمان ما أظهرتش أي علامات لرياح زي دي، وأكتر حاجة مهمة اتسجلت كانت التقاء أنظمة الضغط العالي والمنخفض. بعض الخبراء افترضوا إن الأشجار وقعت بسبب ظاهرة معروفة باسم الانفجار الهابط. لما بيحصل انفجار هابط بتكون ريح نازلة بتندفع لتحت على الأرض، ومن غير المرجح إنها كانت هتكون قوية كفاية علشان توقع الأشجار، خصوصا مع عمرهم الكبير وجذورهم العميقة. لو فعلا الأشجار وقعت بسبب الرياح كانت الرياح لازم توصل ل 80 ميل في الساعة علشان تسبب الدمار اللي تشاف، وما فيش سرعات زي دي اتسجلت الصبح ده. الخبراء اتفاجئوا لما لقوا إنه الأشجار اللي وقعت عملت تأثير كبير على الأرض لدرجة إنها تسجلت كزلزال صغير على مقياس ريختر. لما الأشجار اللي وقعت اتلاقت كان جذوعها متكسرة، وبسبب طولها ووزنها سببت شوية أضرار. خطوط المرافق وقعت، وطريق نورث شور بقى مش ممكن تعدي منه خالص عشان كان مقفول بكتلة الأشجار. في ناس شبهوا اللغز ده بلغز تاني اللي هو حدث تونغوسكا الشهير، واللي اتحل بعدين لما اكتشفوا إنه كان بسبب انفجار نيزك ضخم في الجو. لكن في الحدث ده اتحدد بسرعة إن في انفجار من نوع ما هو اللي كان السبب، على عكس الأشجار اللي وقعت في حديقة أولمبيك الوطنية واللي لحد دلوقتي مفيش تفسير منطقي ليها. معروف إن الأشجار وقعت بالضبط الساعة 1:26 صباحا في اليوم ده، لأن ده كان الوقت اللي تم فيه رصد النشاط الزلزالي، لكن ده ما قربش الخبراء من حل اللغز. مع ذلك هم وعدوا إنهم هيستمروا في التحقيق على أمل إنهم يحددوا السبب في يوم من الأيام. رقم 7. دايما بيكون شيء مقلق لما يلاقوا دليل إن شخص المفروض إنه متوفي في الحقيقة عايش في مكان ما من غير ما أصحابه أو عائلته يعرفوا. مع إنه عمره ما تثبت بشكل قاطع إنه هيرشل جرينسبان نجا من الحرب العالمية الثانية، في صورة واحدة بتوحي فعلا إن ده حصل. جرينسبان اللي كان أصله من هانوفر في ألمانيا عمره ما بقى مواطن ألماني بشكل رسمي،
وده بسبب قانون الجنسية الألماني لسنة 1913 اللي كان بيقول إن الطفل اللي بيتولد في ألمانيا ما ينفعش ياخد الجنسية إلا لو الاتنين أبوه وأمه كانوا مولودين هناك. وبدل كده بقى مواطن بولندي هو وباقي عيلته بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وأثناء عيشته في هانوفر اتعلن أنه كل اليهود البولنديين في ألمانيا هيتقبض عليهم، وكانت عيلة جرينسبان من ضمن ال 12,000 واحد اللي اتقبض عليهم. كل ممتلكاتهم وأراضيهم اتصادرت واضطروا يرجعوا بولندا بالقطر. وأول ما وصلوا للحدود اضطروا يمشوا حوالي ميلين عشان يوصلوا للمدينة، لكن اترفض دخولهم واضطروا يفضلوا على الحدود، وهناك الصليب الأحمر اهتم بيهم. الظروف كانت سيئة جدا وكثير من الناس تعبوا. جرينسبان ما قدرش يتحمل المعاملة دي أكتر من كده، فبدأ يخطط لخطة شريرة. بعد ما جمع شوية فلوس اشترى سلاح وسافر للسفارة الألمانية في باريس. طلب يقابل المسؤول في السفارة وادعى إنه جاسوس وإنه عنده معلومات مهمة عايز يبلغها. قال إنه مش هيسلم المعلومات غير للسفير اللي كان بيناديه بسعادة السفير، بس اضطر يكتفي إنه يتكلم مع إرنست فونرات اللي كان موظف صغير في السفارة. اتاخد لمكتب فونرات وهناك طلبوا منه يتكلم عن المعلومات اللي عنده، لكن بدل كده جرينسبان طلع سلاحه وضرب نار. اتقبض عليه فورا واعترف بالجريمة بالكامل. جرينسبان بقى زي المشاهير بسبب تصرفه المتهور، وعمل كذا مقابلة صحفية وهو في سجن فرين في باريس. النيابة حاولت ترجعه ألمانيا عشان يتحاكم هناك، لكن الحكومة الفرنسية رفضت. في الآخر اتنقل لبورغاس، لكن وهو في الطريق مع شوية نساجين تانين اتعرضوا لهجوم من طيارات ألمانية. بعض المساجين قدروا يهربوا وسط الفوضى اللي حصلت، وكانوا فاكرين إن جرينسبان كان معهم لأنه ما كانش من اللي وصلوا بورغاس في الآخر. لو كان يعرف كده كان غالبا هرب، لكن بدل كده مشي لحد بورغاس وسلم نفسه للشرطة وشرح لهم إنه بس اتساب ورا لما جمعوا باقي المساجين بعد الهجوم. بعد كده اتحبس في تولوز، لكن الألمان كانوا لسه بيدوروا عليه. وبما إن فرنسا كانت استسلمت في الوقت ده طلبوا إنهم يسلموا جرينسبان ليهم، رغم إنه اترفض منحه الجنسية الألمانية. الحكومة الفرنسية ما اعترضتش على الطلب ده، واتحبس جرينسبان في شارع برنس ألبرت، وفي الآخر اتنقل لمغديبورغ، لكن مصيره بعد كده لسه مش معروف. في ناس بتعتقد إنه توفى وهو في الحبس، لكن في ناس تانية اتكهنوا إنه قدر يعيش خلال الحرب ونقل إقامته لباريس. النظرية دي اتعززت سنة 1946 لما ظهرت صورة بتبين راجل واللي كتير قالوا إنه كان جرينسبان. الصورة اتخذت في ألمانيا، ومع إنه عمره ما تأكد إن ده فعلا جرينسبان، ناس كتير بيعتقدوا إنه عاش حياة طويلة من غير ما السلطات الألمانية تكتشفه. رقم 6. قضية اختفاء جاك فيرجي هي لغز عمره ما تفك، والأنشطة اللي كان بيعملها المحامي المثير للجدل ده وقت ما كان مختفي لسه مش معروفة. ناس كتير شاكين إنه كان بيعمل حاجات مش كويسة عشان سمعته مش أحسن حاجة، بس بما إن فيرجي عمره ما اتكلم عن الفترة اللي كان فيها مختفي، السلطات لسه مش عارفة حاجة. فيرجي كان محامي فرنسي، وفي الآخر اتطرد من الحزب الشيوعي، وكان ناشط قوي ضد الاستعمار. في بداية حياته كان بيخدم كمقاتل في المقاومة الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن لما بدأ يشتغل كمحامي دفاع سمعته سقطت بسرعة. بقى معروف باسم محامي الشيطان، لأنه كان واضح أنه عنده ميل للدفاع عن مجرمي الحرب والشيوعيين، وبشكل عام الناس اللي المجتمع كله شايف أنهم لازم يقضوا باقي عمرهم في السجن. اتبنى استراتيجية معروفة باسم دفاع القطيعة، واللي فيها كان بيهدم القضية اللي ضد موكله عن طريق التشكيك في سلطة المحكمة. معظم الناس كانوا بيعتقدوا أنه بسبب فيرجيس كتير من المجرمين الخطرين خرجوا أحرار ودمروا حياة ناس أكتر، وأنه كان المفروض يفضل مختفي. بعد ما اختفى بيقولوا أنه القضايا اللي شارك فيها في الجزائر كانت هي الأبرز والأكثر نجاحاً ليه. في الوقت ده هو دافع عن أعضاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية أثناء حرب الاستقلال الجزائرية، وبقى جزء من فريق محامين كان بيدافع عن حوالي 6000 متهم. هنا لأول مرة استخدم استراتيجية الدفاع بالقطيعة، وفي ناس انبهرت بذكائه. معظم الناس كانوا شايفينه فاسد وملتوي، وتوجهت له تهديدات كتير على حياته. في الستينيات بدأ يدعم حكومة الجزائر الجديدة، ووقف مع الثوار اليساريين.
مراته جميلة بوحيرد كانت وطنية جزائرية مشهورة ومناضلة، وبقت بطلة قومية بسبب أفعالها الشنيعة في الجزائر سنة 1957. كتير من الناس حاسوا إنه فيرغس بدأ يحس بعدم الرضا من العيش في ظلها، وابتدى يدافع عن المسلحين الفلسطينيين، وكان كمان بتسمع عنه كتير وهو بيمجد الهجمات المسلحة اللي تنفذت، وسريعا بقى مكروه من ملايين الناس. في سنة 1970 قال لمراته وأصحابه أنه محتاج يسافر إسبانيا في رحلة روتينية زي ما سماها، ودي كانت أفتر مرة تشاف فيها لمدة 8 سنين كاملة. والمعظم الوقت ده الناس افتكروا أن سمعته أخيرا لحقت بيه وأنه بقاش عايش. لكن في سنة 1978 ظهر فجأة من تاني وكمل حياته كأن ما فيش حاجة حصلت، وما قدمش أي تفسير عن كان فين في الفترة دي. مراته وعياله اقتنعوا أنه يا إما اتقبض عليه يا إما الناس اللي كانوا ضده خلصوا عليه. ولما تسأل عن غيابه اكتفى أنه قال أنه راجل كتوم، وأضاف: دخلت من خلال المرآة وهناك قضيت فترة تدريب. محدش عارف هو كان يقصد إيه بالجملة دي، وكلامه اللي بعد كده زود الأمور غموض أكتر. في مرة قال لوسيلة إعلامية إنه بيحب التعبان عشان هو بطبعه كائن غامض زيه بالضبط، وأضاف إنه لقى نوع من القرابة مع التعبان عشان هم بيحبوا الضلمة وعايشين لوحدهم. بورجيس تعرض لأزمة قلبية قاتلة يوم 15 أغسطس 2015 وخد معاه سر اختفائه، وغالبا عمرنا ما هنعرف كان فين أو كان بيعمل إيه خلال ال8 سنين اللي الناس افتكرته فيها ميت. رقم 5. قضية سير تشارلز كينغسفورد سميث المحيرة بترجع لسنة 1935، ولأنه عمره ما تلاقى قضيته لسه لغز أسترالي مش محلول. سميث كان ليه اسم كبير في حياته لأنه كان معروف كطيار خبير وكان عنده جاذبية كبيرة. مسيرته كانت مليانة إنجازات محدش عملها قبله، زي أنه طار عبر أستراليا كلها من غير توقف، وطار من أستراليا لنيوزيلندا وبعدها من أستراليا للندن، وكمان عمل أول عبور للمحيط الهادئ باتجاه الشرق. كل الإنجازات دي مميزة لوحدها، بس الأحداث اللي حصلت سنة 1935 خلتها في الظل. كل ده بدأ يوم 7 نوفمبر السنة دي لما سميث قرر يطير من لندن راجع لأستراليا. في الوقت ده سميث أو سميثي زي ما أصحابه كانوا بينادوه كان عنده 38 سنة، وقرر يشارك الرحلة مع تومي بيدربريدج. وفي نفس المساء ده وقت غروب الشمس الاثنين أقلعوا بطائرة بمحرك واحد اسمها الليدي ساوذرن كروس، وقفوا يتزودوا بالوقود في الله أباد في الهند، وبعد كده اتجهوا لسنغافورة. شافوهم في الجو وهم بيعدوا جنب طيار تاني اسمه جيمي ميلروز، واللي بلغ عنهم فوراً لأنه كان متحمس جداً أنه قابل الثنائي المشهور. يعتقد أنه ميلروز كان آخر واحد شاف سميث وبيدربريدج قبل ما يختفوا. لازم نلاحظ أنه سميث بعد ما كان هيموت وهو بيطير فوق شاطئ بوندي وهو صغير جاله فوبيا من المية، وده كان معناه أنه كل ما يطير فوق المية كان بيجيله نوبات هلع. بس لسه مش معروف إذا كان ده ليه علاقة باختفائه ولا لا، بس الموضوع مش مرجح لأنه كان معاه مساعد طيار وكان ممكن ياخد السيطرة على الطيارة في أي لحظة. ولما الاثنين ما وصلوش لمكانهم المقصود اتطرحت نظريات كتير عن اللي ممكن يكون حصل لهم. معظم الناس افترضوا إن طيارتهم وقعت في الأشجار الطويلة في جزيرة آي في ميانمار، وكان عندهم سبب وجيه للاعتقاد ده. الخريطة اللي كان سميث بيستخدمها ما كانتش لسه بتحتوي على الجزيرة، وعشان كده ممكن يكون نسي إنها في طريقه. وكمان واحدة من أرجل عجلة الهبوط بتاعة الطيارة اتلاقت في الجزيرة بعد حوالي 18 من اختفاء الاثنين. بعد 3 شهور من اختفائهم طيار تاني بلغ إنه شاف شوية شجر طويل في الجزيرة وكانوا مكسورين من النص، بس بما إن ما تلاقيش حطام تاني ما قدروش يحددوا إذا كان ده بسبب تحطم طيارة سميث ولا لا. في ناس بتعتقد إن عجلة الهبوط بس هي اللي جت على الجزيرة مع المية، وإن طيارة سميث في الحقيقة وقعت أبعد بكتير ناحية الجنوب. من وقتها ناس كتير ومنهم المؤرخ إيان ماكنزي فتشوا الجزيرة يدوروا على أدلة تانية بس من غير فايدة. وبما إنهم ما لقوش أي حاجة تانية اختفاء سميث وبيدربريدج عمره ما تفسر، والأحداث اللي حصلت في الليلة دي ممكن عمرها ما تتعرف. رقم 4. اكتشاف أحفورة من ملايين السنين أكيد إحساس رائع لأي عالم آثار، بس تخيل تلاقي أحفورة محيرة لدرجة إنه ولا خبير قدر يحدد الحيوان اللي كانت تخصه.
ده اللي حصل مع عالم آثار هاوي اسمه رون فاين سنة 2011، واكتشافه لسه بيحير حتى أعظم العقول في المجال ده. رون بينتمي لمجموعة اسمها درايد ريديجرز، وهي جمعية مقرها في جامعة سينسيناتي. المجموعة دي مكونة من هواة آثار بس، واكتشافه كان الأبرز اللي المجموعة حققته لحد دلوقتي. كمان ساعدوا علماء الحفريات المحترفين في اكتشافاتهم لما يقرب من 70 سنة، وقدموا مساهمات مهمة في مجال علم الآثار. لكن لسه مش معروف مدى تأثير اكتشاف أحفورة جودزيلا، لأن الخبراء لسه مش متفقين هي إيه بالضبط. المنطقة في سنسيناتي اللي تلاقى فيها كانت مغمورة بمياه بحر ضحل منذ 450 مليون سنة. يعتقد أن الكائن ده كان عايش في البحر ده وقتها، بس لسه غامض لأنه هو المثال الوحيد اللي تلاقى منه. ده باين عليه شبه مستحيل يتصدق بسبب حجم الكائن، وده اللي خلاهم يسموه جودزيلا على اسم الوحش اللي في الأفلام جودزيلا. الكائن كان طوله تقريبا 7 أقدام، وكان فيه أكتر من تركيب بيضاوي شبه الفصوص على جسمه. لما رون لقى الحفرية على طول عرف إنها مختلفة عن أي حاجة حد شافها قبل كده. هو شبهها بصبار السجوارو في الشكل، وده منطقي لأن الصبار ده عنده فروع مفلطحة شبه الفصوص اللي كانت موجودة في الحفرية. وكمان على طول عرف إنها مش زي أغلب الحفريات اللي تلاقت في المنطقة، وتحمس جدا لفكرة إنه لقى حاجة عمرها ما اتشافت قبل كده. على عكس الحفريات التانية اللي كانت ناعمة، حفرية جودزيلا كان ليها ملمس على السطح. ولما ظهر جزء أكبر من الحفرية بقى واضح إنها مختلفة عن أي حاجة تلاقت في المنطقة دي منذ 200 سنة، وهي المدة اللي علماء الحفريات بينقبوا فيها هناك. اتأكد إنه جودزيلا فعلا كائن بيولوجي، بس حتى أكتر الخبراء خبرة مش قادرين يحددوا إذا كان نبات، حيوان، ولا نوع من الطحالب اللي كانت عايشة في المنطقة من ملايين السنين. أول ما اتشالت من الأرض، رون بدأ يجمع مئات الأجزاء دي مع بعض بصبر شديد لحد ما كونوا شكل كامل ومترابط. في أمل إن ده يكشف أكتر عن الكائن ده، بس حتى بعد ما عملوا كده هو وزمايله من الخبراء ما قربوش أكتر من تحديد هويته. رون بيعتقد إنه كان واقف بشكل مستقيم، وكان ليه أطراف هو بسميها فروع، وكانت ممتدة في اتجاهات كتير. هو اقترح إنه ممكن يكون نوع بدائي من الطحالب البحرية أو الأعشاب البحرية اللي كانت بتنمو في البحر وقتها، وإن العينة دي بالذات كبرت بشكل غير عادي عن الباقي. باحثين تانيين لاحظوا إنه كان فيه حاجة شبه القشور على سطحه، لكن هم متأكدين إنه مش سمكة لأنه واضح إنه ما فيهوش عظام. ده خلى بعض الباحثين يعتقدوا إنه ممكن يكون نوع من الإسفنج، لكن بما إننا مش عارفين إذا كان نبات ولا حيوان لازم يتعمل أبحاث أكتر، وإن شاء الله نلاقي إجابات أكتر. رقم 3. في البداية كان يعتقد أن قائمة ملوك السومريين بتحتوي بس على مخلوقات وشخصيات من أساطير الحضارة دي، لكن الاكتشافات اللي اتعملت بفضل تحليل الحمض النووي ممكن تثبت العكس، وده بيزود الغموض حوالين الاكتشاف الغريب ده. أول اسم في القائمة بيرجع ل 226 ألف سنة فاتت، وده ممكن يبان غريب لأن المؤرخين مش بيصدقوا إن كان في حضارات في الوقت ده. المعتقد أن حضارة السومريين بدأت بس في سنة 5400 قبل الميلاد، وأنها انتهت بعد 600 سنة. عشان كده أن قائمة الملوك بتبدأ من مئات الآلاف من السنين قبل كده. ده خلى المؤرخين محتارين. اللي جاي هو قائمة بأسماء الملوك اللي حكموا سومر لحد سنة 1817 قبل الميلاد. الأسماء مكتوبة بالسومرية زي ما هو متوقع، والأسماء دي منقوشة على ألواح طينية اتلاقت في بلاد ما بين النهرين القديمة اللي دلوقتي معروفة بجنوب العراق. القائمة دي اتلاقت أثناء حفريات كتير في المنطقة دي خلال القرن العشرين، وأول جزء منها اكتشفه العالم الألماني الأمريكي هيرمان هيلبريشت. هو عثر عليه في أواخر القرن ال19، وبعد ما عمل أبحاث كتير نشر نتائجه سنة 1906. في سنة 1911 جون فينسنت شيلي اكتشف أجزاء أكتر، وعلى مدار السنين تم العثور على 18 جزء من تحت الأرض. وبيحكي كمان عن فيضان عظيم شبه جدا اللي اتوصف في الكتاب المقدس حصل في المنطقة دي من آلاف السنين، بس لسه مش معروف إذا كانت القصة دي خيالية ولا تاريخية. اللي بيخلي قائمة ملوك السومريين غريبة جدا هو إنه بعض الملوك اللي اتذكروا قبل الفيضان العظيم ده
بيقولوا إنهم حكموا لآلاف السنين في كل مرة، وده طبعا مستحيل. 8 ملوك من اللي تذكروا حكموا مع بعض لمدة 341,200 سنة، وده خلى بعض الناس يقترحوا إن القائمة دي يا إما خيالية يا إما بتحكي أساطير من العصر ده. الملك إن ملونة مكتوب إنه حكم لمدة 43,200 سنة، والملك كاليوغا مكتوب إنه حكم لمدة 432,000 سنة، وده زود نظرية الأسطورة أكتر، لأن رقم 432 دايما بيتستخدم في التصوف عبر التاريخ. وكمان الرقم ده ليه أهمية عند الفايكنج والمايا والإغريق القدماء. بس في ناس تانية عندهم تفسير منطقي أكتر. بعض المؤرخين بيعتقدوا أن الأرقام دي متشفرة في معادلة بتستخدم النظام الرياضي السومري اللي بيعتمد على قاعدة 60. لما ده بيتطبق على القائمة، الفترات اللي حكم فيها الملوك اللي قبل الطوفان بتبقى أكتر منطقية بكتير. بس لما بيتطبق على الملوك اللي بعد الطوفان النظام بيفشل. حسب القائمة، لما مياه الطوفان انحسرت، الملكية السومرية نزلت من السماء وظهرت مدينة جديدة اسمها كيش. بعض الملوك اللي اتذكروا بعد الفترة دي هم نونجيش لشما اللي حكم 670 سنة، وزوكا كيب اللي كان ملك لمدة 900 سنة. بعض المؤرخين قارنوا الفترات الطويلة دي بحكم الملوك في الكتاب المقدس اللي برضو اتقال إنهم عاشوا لمئات السنين. في ناس كمان اقترحوا إن القائمة دي ليها علاقة بالملوك دول بطريقة ما، بس ده لسه ما تثبتش. في المجمل، الملوك اللي جم بعد الطوفان حكموا لمدة 24,510 سنين و3 شهور و3.5 يوم. بعد كده الملكية انتقلت لأوروق وكذا منطقة تانية في العراق الحالي. ومع استمرار التواريخ في القائمة، مدة حكم كل ملك بتقل، ما عدا شوية ملوك تانيين مكتوب إنهم حكموا لقرون. لفترة طويلة كان الناس بيعتقدوا إن السومريين هم أول ناس عملوا حضارة بشرية في التاريخ، لكن بفضل اختبار الحمض النووي اللي اتعمل على عينة قدمها راجل اسمه ألبرتيري، قالوا له إن حمضه النووي بيرجع لسلف عاش قبل حوالي 338 ألف سنة، وده كان الناس شايفينه مستحيل، ولسه كتير شايفينه مستحيل لحد دلوقتي. وعشان كده ناس كتير لسه مصرين إن الملوك اللي في القائمة دي فعلا ممكن يكونوا عاشوا آلاف السنين، لكن دلوقتي الناس بتتعامل مع الموضوع بحذر لحد ما تظهر معلومات أكتر. رقم 2. غابة الأمازون المطيرة واحدة من أكثر الأماكن الغامضة على كوكبنا. العلماء وعلماء الآثار والمستكشفين زاروا الغابة لعقود، ومع أنهم اكتشفوا حاجات مدهشة كتير، لسه حوالي 80% من الأمازون ما تستكشفش. عشان كده مش غريب إن في اكتشافات مش مفهومة حصلت في الغابة على مر السنين، ومن ضمنها 450 رسمة أرضية غريبة تم اكتشافهم في آخر رباع قرن. الرسومات الأرضية هي تصاميم كبيرة لأشكال أو أنماط زي الحيوانات أو البشر، وبتتعمل على الأرض باستخدام الصخور أو الحصاة أو حتى بالحفر في التربة نفسها. التصاميم دي اتلاقت في أماكن كتير حوالين العالم، وكتير منها لحد دلوقتي محدش قدر يفسرها. الرسومات الأرضية اللي اكتشفوها غالبا ما كانوش هيلاقوها أبدا، لكن لما شالوا الأشجار والنباتات في المنطقة ظهر جزء كبير من الأرض، وبعض الأماكن دي كان فيها الصور الغريبة دي. دلوقتي في ناس بتقول إن الناس اللي كانوا عايشين في الغابة من آلاف السنين كانوا بيديروا الأرض كويس جدا قبل ما يتفرقوا والطبيعة تسيطر على المكان. في الحقيقة في ناس بتقول إنهم كانوا أشطر مننا في إدارة الأرض عننا دلوقتي في العصر الحديث. الرسومات الأرضية دي اتكشفت في مساحة حوالي 5000 ميل مربع، فده معناه إنه غالبا القبائل اللي عملوها كانوا مختلفين، والكل واحد منهم كان ليه سبب مختلف. معظمها محفور في الأرض، وبتكون حوالي 12 ياردة في العرض و13 قدم في العمق. معظمها اتعملت على شكل دواير أو بيضاوي أو مربعات، وفي رسومات تانية أبسط من كده. اتوجدت لأول مرة لما رعاة المواشي في المنطقة بدأوا ينظفوا الأرض علشان الحيوانات ترعى، وتحيروا من معنى الأشكال دي زي ما العلماء محتارين دلوقتي. في حين إن شوية منهم تلاقوا عن طريق الناس على الأرض، الأغلب اتكشف من خلال صور الأقمار الصناعية. المنظر الجوي ده أدى الباحثين رؤية أوضح بكتير للأشكال، لكن لحد دلوقتي محدش قدر يعرف إيه كان هدف الرسومات الأرضية دي وقت ما اتعملت. وكمان لسه الموضوع غامض، إزاي الناس القدامى قدروا يعملوا أشكال كبيرة بالشكل ده وبدقة عالية؟
اتقال إن الأشكال دي ما اتعملتش جنب الكرة، لأن تقريبا مفيش أي قطع أثرية بشرية اتلاقت حواليها. اتقال إنهم بيوضحوا الأماكن اللي كان بيتعمل فيها تجمعات عامة من زمان، أو إنهم كانوا مواقع لأنشطة دينية زي الطقوس. بس ده كله لسه مجرد تخمين، لأن مفيش أي حاجة اتلاقت في الأماكن دي تؤكد النظرية دي. عامل تاني محير الخبراء هو إن الناس القدام دول كانوا بطريقة ما عارفين إزاي يشيلوا الأشجار والنباتات عشان يعملوا الرسومات الأرضية دي من غير ما يأثروا بشكل سلبي على البيئة اللي حواليهم. استخدموا تقنيات كانت بتضمن إنه صحة الغابة تفضل كويسة، على عكس إزالة الغابات اللي بتحصل في الأمازون دلوقتي. تخيل إنهم اكتشفوا 450 من الرسومات الأرضية دي من غابة ما تأذتش بأي شكل، وده يوضح إن القبائل القديمة دي كانوا عارفين إزاي يعملوا الأشكال دي من غير ما يسببوا ضرر دائم للبيئة بتاعتهم. رقم 1. موقع أثري في مالطا حير الباحثين، لأنهم مش قادرين يعرفوا مين اللي أنشأ الموقع ده أو كان بيستخدم فيه إيه من الناس اللي عاشوا في المنطقة دي من آلاف السنين. الموقع اللي بنتكلم عنه اسمه الهيبوجيوم بتاع هال سافلت، وهو موجود قريب من الميناء الكبير في فاليتا في مالطا. تاريخ اكتشافه مدهش، لأنه محدش كان يعرف إنه موجود لحد ما تلاقى بالصدفة تماما. في سنة 1902 كان فيه حجار مكلف ببناء بيوت في المنطقة، وكان وقتها بيحط أساسات المباني دي، وهو بيحفر في الأرض كسر سقف الهايبوجيوم بتاع هال سافلت بالصدفة، بس ما كانش عنده فكرة إنه لسه مكتشف اكتشاف تاريخي مهم. ولما تفحص الموقع اكتشفوا إنه جزء كبير من المستوى العلوي للمبنى كان اتدمر بسبب أعمال البناء اللي كانت بدأت بالفعل. بس مش كل حاجة راحت، لأن اتضح بسرعة إن المستويات السفلية فضلت سليمة. بدأوا الحفريات فورا، وفي سنة 1903 بقى الموقع ملك لشخص عادي. ولمدة 8 سنين بعد كده علماء الآثار كشفوا أكبر جزء ممكن من المجمع، واكتشفوا إنه اتبنى على 3 مستويات مختلفة. المؤرخين ما كانوش عارفين يفسروا الهيكل المعقد ده، لأنه كان باين عليه إنه نوع من المتاهة اللي بتأدي لغرف مختلفة. وكمان لقوا ممرات وزوايا صغيرة في المجمع، بس ما كانوش متأكدين إن الغرف دي كانت بتستخدم فيه. المتاهة كلها كانت محفورة بعناية من الحجر الجيري، وبعض الشغل اللي اتعمل فيها كان جودته عالية جدا. بعض الشغل في الحجارة كان متقن ودقيق جدا، واحنا مش عارفين ازاي ده اتعمل بأدوات بدائية من آلاف السنين. ومع استمرار الحفريات اكتشفوا عدة حفر دائرية في مناطق مفتوحة مختلفة، واتقال إن المناطق دي كانت بتستخدم أثناء طقوس العبادة. بس بسبب البناء الغريب للهايبوجيوم بتاع هال سافلت في ناس عندهم نظريات تانية عن الغرض منه. بعض المؤرخين بيعتقدوا إن الطريقة دي في البناء اتعملت مخصوص علشان تعزز الخصائص الصوتية للمكان، لأن الغرف باين عليها متضبطة على ترددات صوتية معينة. لو ده صحيح، الهايبوجيوم بتاع هال سافلت ممكن يكون واحد من أقدم المباني اللي اتعملت مخصوص علشان تعزز صوت الآلات الموسيقية. مع إن المبنى نفسه غامض، بعض الآثار اللي اتلقت هناك كمان غريبة جدا. من ضمن الحاجات دي في تمثال صغير اتسمى السيدة النائمة، يعتقد إنه بيمثل الطبيعة الأم، أو في رأي بعض العلماء هو تجسيد لنهاية الحياة. الموقع ده اللي بيرجع تاريخه ما بين 4000 و 2500 قبل الميلاد محتاج دراسة أكتر بكتير، وغالبا الحفريات هتستمر لفترة طويلة قدام. نأمل إن الأبحاث تكشف لنا أكتر عن الناس الغامضين دول والطريقة اللي كانوا عايشين بيها حياتهم في الوقت ده. شكرا لكم جدا يا جماعة على المشاهدة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا الجاية. أنا اسمي توب 5 أنونز، وأشوفكم في الفيديو الجاي.